مرت السنين وجت اللحظة اللي السر اتكشف فيها، وبالصدفة من ورق قديم في شنطة متشالة وقعت منه صورة ومعاها جواب. هو قرا وسكت. السلام عليكم يا حبايبي، اخباركم ايه؟ وحشني كتير. معاكم رانيا فضفضة قلبي مع رنوش. النهارده هنحكي فضفضة جديدة وحكاية جديدة ان شاء الله تكون عجباكم، ويا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس، واستنى كومنتاتكم الجميلة على الفيديوهات بتاعتي. النهارده معانا فضفضة جديدة. سر كبير كنت شايلاه عن جوزي، ولما عرفه عمل فيا تصرف محدش كان يتوقعه. كنت كل يوم اصحى من النوم ابص واقول انا مش قد اللي جاي، بس لازم اكمل. جوزها كان طيب وحنين، بس انا كنت شايله سر لو عرفه ممكن يسيبها او يكرهني للابد. من قبل ما اتجوزه كنت في غلطه كبيره حصلت. ما كانتش غلطتي، بس انا شلت كل نتيجتها. حسيت ان ربنا بعته ليا عشان يداوي جرحي، مش يفتحه تاني. مرت السنين وجت اللحظة اللي السر اتكشف فيها، وبالصدفة من ورق قديم في شنطة متشالة وقعت منه صورة ومعاها جواب. هو قرا وسكت. ما خفتش من سكاته، ما صرخش، دخل اوضته وقفل عليه الباب. طبعا انا كنت الموضوع ده وترني اكتر. عارفه لو كان طلع غضبه كنت هرتاح، لكن اللي هو سكت ودخل اوضته ده كان خوفي منه. حاسه الغضب بتاعه كبير. وانا قاعده بره دموعي بتنزل وايديا على قلبي. كنت مستعده لاي حاجه الا اللي حصل. خرج بعد ساعه شايل شنطته وقرب مني وبص في عينيا وقال لي انا ما سبتكيش عشان انت غلطتي، انا سايبك عشان سكوتك، لان الثقه اللي بينا ماتت. ومشي. اوقات اللي بيكسرنا مش الحقيقه، اللي بيكسرنا هو كتم الحقيقه. السر اللي خبيته عن جوزي دمر كل حاجه في حياتي. ما تفوتوش اللحظه اللي قال فيها انا سايبك، مش عشان غلطتي، مش عشان غلطتك، عشان سكوتك. طبعا الوجع بتاعه وجع كان كبير قوي. انا الغلطه والله انا مش ذنبي فيها، بس انا خفت اقول له عليها لحسن يسيبني. لكن انا برضه عايزه اعرفك حاجه، الصراحه اهم من، يعني انت لو كنت صرحتي في الاول كان ممكن كان سامحك، ما كانش وصل بيك الحل كده. ده رايي. إيه، كنت صرحيه واحكي له الحكايه بالراحه، كان ممكن استعطف معاكي، حل معاكي المشكله. لكن هو فكر الغلطه بتاعتك انت اللي غلطتي وانت اللي خبيتي، عشان كده خبيتي وداريتي. هو ممكن خاف يكون انت الغلط، السبب منك انت. عشان كده يا جماعه الجواز بيتبني على الصراحه، اهم حاجه الصراحه. لو صرحتي جوازك هينجح على اي حاجه عملتيها بقى. انت ما دام ما بتعمليش غلط ليه مخبيه عليه؟ ليه بتداري؟ انت لو صرحتي حياتك هتنجح. كل حاجه، الحاجات الصغيره دي يا جماعه بتفرق كتير قوي مع الزوج. انا مش بلوم عليكي، بس انا ده رايي. الصراحه اهم حاجه، كنت صرحتي وما كانش واصل معاك الحل ده. ده رأيي، واستنى رأيكم انتوا وردكم وعلى حل المشكلة، ويا رب يكون الحلقة عجبتكم. معكم فضفضة قلبي مع رنوش. مع السلامة.